السلام عليكم، كدايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، احوالكم طيبه وصحه جيده باذن الله تعالى. غادي نديروا واحد الكيكه سهله زوينه، المهم مخلطه فيها بزاف تاع الحوايج من راسي، ولكن الطريقه كتجي رائعه جدا، كتجي هشيشه رطبه، ما كتجيش ناشفه. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، تجربوها في البيوت ديالكم. وبطبيعه الحال طلبنا الوحيد ما تنسوناش في اللايك وفي الاشتراك تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد من قناتكم، كل ما يخص بيتك سيدتي. وكنعتذر على التاخير، كان عندي اسباب. ان شاء الله الفترة الجاية نكون معكم، وغادي ان شاء الله الرحمن الرحيم نخصصوا القناة للوصفات اكثر من الطبخ. وكنتمنى ان التغيير اللي غادي يكون يناسبكم جميعا. المهم كيف ما كتشوفوا غادي نبداو الكيك ديالنا. غادي نبدا نيشان، يعني الكيك عادي بحال كديروا دائما. غادي تعبروا بالكاس اللي عندكم، تقدروا ديروا الكاس ديال العنبه، المهم على حسب الحجم اللي بغيتو ديروا. كنعتذر انني ما كنتش مخدمه هنايا الفلاش نسيتو. المهم درت 3 ديال البيضات، درت نص كاس تاع السكر، درت نص كاس تاع الزيت. راني درت السكر شويه زايد حيت عندي الكاكاو، غادي نديرو معاها الكاكاو، غادي يكون الكاكاو مر، لذلك انايا درت شويه سكر زايد. درت هنايا كيف ما كتشوفوا كاس ديال العصير، تقدروا نتوما ديروا الحليب ولا العصير، المهم اللي بغيتو. انا بدلت شويه درت بالعصير، ما درتش الفانيلا، درت القشور ديال الحامض، تقدروا ديروا الليمون او الحامض اللي بغيتو. هذه الكريم كراميل بمساعده الشيف جوري. من اللي بدينا وهي باغا تكبها المهم مزيان ملي خلاتنا حتى لدابا. وغادي نوريكم الكريم كراميل هادي. غادي نديرو الطحين حسب الخليط اللي عندنا حتى، وكنديرو الخليط ديال الكيك العادي. غادي ندير الباكين بودر دابا، هادو 2 معالق صغارين على حسب الكميه اللي غديروا. انا غادي ندير الحجم عائلي شويه، غادي تجي الكيكه كبيره شويه. بالنسبه للبيض البنات على حسب البيض اللي عندكم، الا كان بيض كبير ديروا غير 2، الا كان صغير ديروا 3. المهم كتبقى القوام ديال الكيك او الكيك العادي اللي كديروا، اللي زايد فيه هو ديك الكريم كراميل. هنا عندي الكاكاو المر. بالنسبه للخليط هنايا خليته شويه خفيف بزاف، ماشي الخليط ديال الكيك العادي، وقسمته على 2. هنايا غادي ندير 2 معالق، انا ما درتش الاولى عامره فغادي نزيد واحد شويه. المهم 2 معالق ديال الكاكاو المر، طبعا على حسب الكميه اللي درتو. وبالنسبه للخليط الاخر غادي نزيد فيه حتى هو ديك 2 معلقات قد اللي درت ديال الكاكاو، باش يجيني العجينه او الخليط ديال الكيك يكون بحال غادي تقولوا لي علاش قسمناها ودرتي الكاكاو وعاد زدتي الطحين. حيت الا درت الخليط ديال الكيك العادي وقسمته وزدت فيه الشوكولات او الكاكاو غادي يجي قاصح بزاف، فلذلك انا قسمت ودرت نفس المعالق ديال الكاكاو هما نفسهم ديال الطحين، ولا عندي عجينه بحال يعني في نفس السمك، في نفس يعني ما مطلوقه قد بحال اللي قسمتهم من الاول هكا. المهم غادي نبدا نكب هنايا في الخليط في المول ديالنا اللي وجدنا شويه بشويه. تقدروا ديروا كميه اقل من اللي درت هنايا. لا بغيتو يجيوكم الخطوط ديال الكيك يجيو صغارين ورقاقين بزاف، فانا قلت ما كاين علاش. المهم انها
الشكل ديالها جا زوين، ما جاش خايب، وغيرنا شويه المنظر ولكن جا الطعم ديالها رهيب جدا. حيت الكريم كراميل كتجي زوينه، كتعطيها واحد الطعم اخر. المهم انا غادي نستمر حتى نكملهم كاملين. كيف ما قلت لكم تقدروا تصغروا الكميات باش يجيكم الخطوط اصغر، ولكن انا درتها هكا. المهم هو الفكره وما تبقى ابدعنا في المطبخ عزيزاتي. المهم انا غادي نخليه هنايا وغادي نكملها باش ما نطولش عليكم الفيديو. هنا تقدروا تخليو مازال شويه ديال الكيك العادي ما فيش اللي بلا شوكولا وتزيدوا الوسط، غادي يجي احسن. انا هادشي اللي بقى عندي ديال الخليط. بطبيعه الحال الكريم كراميل كيكون واحد الكيس معاها فيه الكريم كراميل. تقدروا نتوما تصايبوه، تقدروا ديروا هنايا الشوكولا، تقدروا ما ديروا فيها حتى شي حاجه نهائيا. حيك بقى داك الكيس. قلت علاش لا ما نديروش فوق منها. دهنتها ورشيتها واحد شويه ديال الكوك وجات رائعه رائعه. كنتمنى انها تنال اعجاب ديالكم. جربوها، غادي تجي غادي تعجبكم بزاف، ما غاديش تبقاو تستغناو عليها. فيها الكاكاو وماشي كاكاو، يعني الولاد غادي تعجبهم. وغادي تشوفوها في التقطيع جات هشيشه وجات زوينه بالحقيقه شكلا وطعما. المهم غادي نخليكم تكملوا الفيديو. كنقدم الشكر للجميع المتتبعين ديال القناه، وكنقول لهم شكرا شكرا جزيلا للوفاء، شكرا جزيلا للنصائح، شكرا جزيلا للتعاليق الجميله اللي كتخليوا لي. كنشكركم بزاف كاملين، اللي كنعرفوا واللي ما كنعرفوش. مرحبا بالناس الجدادين واهلا وسهلا بالناس اللي هما معايا في القناه. غادي نخليكم دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.